هاي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي. تعالوا هنعمل مع بعض النهارده كيكه الاوريو البسيطه دي في الطاجن وبمكونات بسيطه قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو اعملي لايك، اشتركي في القناه، فعلي زر الجرس لو انت اول مره تشوفي الفيديو بتاعي. يلا نبدا. هنجيب 2 اوريو. 2 اوريو من اللي هما الكيسين دول. وهنجيب كيس بيكنج باودر. وهنجيب فانيليا. وهنحتاج برضو ايه كوبايه لبن. هندق الاوريو كده. هقول لكم برضو حطيت ايه في نص الفيديو كده، لان انا زودت نسكويك. المهم كسرت الاوريو كده وحطيته في الطاجن وشلت. ما تنسوش تشيلوا واحدة اوريو على جنب كده عشان نحطها على الوش. فتفته بالطريقة دي كده وحطيت 3 معالق دقيق صغيرين مش كبار بالمنظر ده كده، وقلبته خليته يغلف الاوريو كله. وحطيت معلقة بيكنج باودر مليانة. وحطيت رشة الفانيليا. هو ما فيهوش بيض وحاجة، بس انا بحب الفانيليا لان هي بتديله طعم حلو. وزودت اللبن. حطيت طبعا علبة اللبن كلها، احنا عايزين كوباية. وده كيس النسكويك. حبيت ان انا بصوا انا الوصفة دي ما حطيت لهاش سكر، فحبيت النسكويك عشان هي كده كده اصلا مسكرة والنسكويك مسكر. وزودت شوية لبن كمان. خليت الخليط يبقى سايل كده شوية، مش تقيل. بالشكل ده كده. هنحطه بقى في الفرن. وهنا بقى عشان نزين وشه كده من فوق ونحط عليه حتة شوكولاتة سيحتها على بخار مية. وده لما طلع بقى من الفرن سيحت الشوكولات وحطيتها عليه. وحطيت الاوريو كده. ورشيت شوية نسكويك من فوق. طعمه يجنن. ومش غالي وبمكونات بسيطة وسهلة عندنا في المطبخ، وحتى لو مش عندك ممكن تشتريها بأقل التكاليف. شايفين؟ طعمه يجنن. ما تنسيش بقى اللايك وشير وتعملي لي سبسكرايب.